السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي أعزائي كل متابعينا على قناة نسر السعيد، برحب بحضراتكم وسعيد أنا بلتقي بكم اليوم، ونبدأ حديثنا دايما وأبدا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اشف مرضاهم ومصابيهم وارحم شهدائهم وارحم أبي وجميع أمواتنا يا رب العالمين. هنتكلم النهاردة في كذا نقطة. أول حاجة هنتكلم عن أخبار النادي الأهلي، وهنتكلم عن عقوبات لجنة الانضباط واجتماع النادي الأهلي اليوم. بداية أخبار النادي الأهلي، عندنا طبعا بكرة مباراة مهمة جدا مع نادي إنبي، المباراة المؤجلة، وإن شاء الله نفوز بالثلاث نقاط بدعم جماهير النادي الأهلي ونكسب إنبي بكرة إن شاء الله، ونقدم مباراة قوية ونتصدر الدوري العام، مكاننا الطبيعي للنادي الأهلي. المباراة بكرة يوم الاثنين، تلات راحة، الأربعة الأهلي إن شاء الله بيتوجه إلى الجزائر لمقابلة شباب بلوزداد. المباراة هتكون يوم الجمعة، يعني الأهلي هيريح بس يوم واحد أو تدريب واحد في الجزائر. فطبعا ضغط كبير، ولكن لعيبة الأهلي قدها، وإن شاء الله جماهير الأهلي في ظهرها، وبالتوفيق للنادي الأهلي في الدوري وفي بطولة الأبطال، دوري الأبطال. عمر كمال بنقول له ألف سلامة عليه. عمر كمال اتعرض لحادث سير بسيارته، ولكن هو الحمد لله سليم، وربنا يعوضه بقى اللي حصل في العربية أو في السيارة بتاعته، ولكن الحمد لله سليم وبخير، ودي أهم حاجة. ربنا يحفظ كل لعيبة الأهلي وكل اللاعبين في كل الأندية. نيجي بقى على إيه؟ عقوبات لجنة الانضباط، اللي هي أساسا اللجنة دي عشان تبقوا عارفين غير قانونية، لأن تشكيلها لم يتم أو لا يتم اختيارها عن طريق التصويت أو عن طريق الانتخابات، ولكن جت تكليف من أو تشكيلها جه عن طريق وزير الشباب والرياضة، فهي أساسا لجنة غير شرعية. ولما نشوف بقى عقوباتها اللي طلعت، يعني تمخض الجبل ثم ولد فأرا، فنشوف العقوبات بتاعتها اللي طالعة بعد كام يوم. يعني أنا مش فاهم، يعني جوزيه ابسط حاجه، مانويل جوزيه، لا سوري، جوميز جوزيه ولا جوميز ده اصدروا ايقافه مباراتين. طب فين جوميز دلوقتي يا جماعه؟ جوميز في السعوديه. عارفين العقوبه بتاعته دي من امتى؟ او لما اعتدى على الحكم الرابع ده من امتى؟ 17/6. كل سنه وانتم طيبين، احنا في شهر 12، ان 12 خلص كمان، يعني من 6 شهور، وجايين يطلعوا العقوبه دلوقتي بعد ما الراجل اصلا خلع من مصر كلها وخلع من الزمالك. جايين يقول لك ايقاف خالد عبد الفتاح ثلاث مباريات. ليه يا جماعه؟ ضرب الحكم ولا عور المساعد ولا عمل جريمه ولا ايه؟ قال لك لا، اصل هو ما رضاش يطلع من الملعب بعد طرده. طب ما انت توقفتوه مباراه، وكام لاعب في مصر بيعمل نفس الحركه ومحدش بيتعاقب؟ وبعدين ما هو طلع، هو الراجل نام في الملعب يعني، ما هو طلع، ما علينا. يعني عقوبه مجحفه جدا طبعا، ومن ضرب الخيال. حرمان محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الراجل المحترم، عاقبوه بإيه بقى؟ عدم ممارسة نشاط كرة القدم لمدة 3 شهور، أو الأنشطة الرياضية لمدة 3 شهور. ليه؟ عشان قالك البيزنس ده جميل جدا، البيزنس جميل جدا، هذه الكلمة اللي قالها. يبقى اللي ضرب الحكم أو مساعد الحكم أو الحكم الرابع وسافر بره مصر ياخد مباراتين. محمد سراج إيقاف 3 شهور. كلام اللي عنده تفسير يقول لي، اللي عنده تفسير يقول لي. طب ايه تاني؟ قال لك رفع او رفض او حفظ الشكوى ضد الجرحي ومرتجي ودكتور سعد شلبي، مع طبعا حفظ الالقاب للجميع وامير توفيق، فيما يتعلق بالتحريض على السباب الجماعي. يعني الاعضاء، الناس اللي احنا قلنا اساميهم دول ناس محترمه جدا من اعضاء مجلس الاداره في النادي الاهلي، اللي محدش اصلا بيسمع لهم كلمه، ولا بيطلعوا في برنامج، ولا بيطلعوا يتكلموا عن الانديه التانيه زي ما بيحصل في الخرابات التانيه، عفوا يعني. دول هيحرضوا على السباب الجماعي. ماشي. وقف دونجا 3 مباريات وغرامة 100,000 جنيه. وقف دونجا لاعب الزمالك 3 مباريات وإيقاف
أو غرامة 100,000 جنيه. طيب مين تاني؟ وقف مروان حمدي. مروان حمدي ادوله كام ماتش؟ 6 مباريات. مروان حمدي 6 مباريات. اللي وجه السباب مباشر وعلني وقدام الجميع لجمهور النادي الاهلي باقذر الالفاظ يتعاقب بس 6 مباريات. لما طلع كهربا وخدوا الكلام على نيته، ونيته مثلا حاجة تانية، هم فسروها بنية تانية، نيته مش سيئة طبعا والشريرة وكل شيء. قال لك عايزين يوقفوه مدى الحياة. لا طب هنخفف خليها 12 مباراة ومليون جنيه. رجعوا قدام الرأي العام قال لك ايه، لا طب احنا عشان نخفف برضو البتاع بعد الاستئناف نخفف الغرامة والعقوبات وبتاع، ايقاف 6 مباريات و500,000 جنيه. في حين بس على كلمة قالها ما تعرفش نيته كانت ايه. حاسبوه على النية. حين اللي وجه سباب مباشر والسباب واضح 6 مباريات. ادي لجنة الانضياط ولا الانحطاط ولا الانضباط زي ما انت عايز تقول. اساسا هي مش شرعيه. يعني المفروض اساسا اللجنه دي تمشي وتيجي لجنه محترمه منتخبه بدل من لجنه الانضباط اللي موجوده. وقف كريم حافظ مباراه واحده وايقاف كريم حافظ مباراه واحده. النهارده في اجتماع مهم جدا لاعضاء مجلس الاداره في النادي الاهلي لمناقشه كل الكلام ده كله. وطبعا الاجتماع ده كان محدد من قبل كده، ولكن لما صدرت القرارات دي فلازم يكون في وقفة من مجلس الإدارة ضد القرارات دي كلها. وتعالى بقى استفسر لي انت جبت القرارات دي منين؟ هو مش في لائحة موجودة بناء عليها بيتم إصدار القرارات دي؟ طب القرارات دي من أي لائحة؟ أنا عايز أفهم يعني القرارات دي من أي لائحة انتوا جبتوها حضراتكم؟ ادي اتحاد الكورة الجديد، وادي هاني بوريدة اللي الكل بيقول لك ده هيجي يطور الكرة المصرية. كان طورها قبل كده، كان طور الكرة المصرية قبل كده. تعالى بلاش دي، تعالى على اتحاد كرة السلة. مين رئيس اتحاد كرة السلة اللي مسكوه جديد؟ اسمه ايه؟ تعرفوا اسمه؟ عمرو مصلحي. مين عمرو مصلحي ده؟ اخو محمد مصلحي. مين محمد مصلحي ده؟ ده رئيس نادي الاتحاد السكندري اللي هو، والتعيين ده فين في كرة السلة؟ اللي هو نادي الاتحاد من الأندية القوية مع النادي الأهلي في كرة السلة في مصر. طب أنا إزاي أجيب رئيس لجنة أو رئيس اتحاد كرة السلة أخوه رئيس مجلس إدارة نادي تاني بيلعب في كرة السلة أو بينافس الأهلي في كرة السلة؟ إزاي؟ أي منطق؟ يعني أي منطق؟ مش فيه هنا تعارض للمصالح؟ ده لما بيجي واحد موظف في بنك، يجي واحد قريبه واخوه ابن عمه ابن خالته وقريبه يقول لا ما ينفعش عشان تعارض المصالح. انا اجيب اخو رئيس نادي الاتحاد امسكه اتحاد السله يبقى رئيس اتحاد السله؟ طب ما الاهلي برضو اعترض على القرارات اللي اتخذت في مباراه الاهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط. بناء على ايه حضرتك كرئيس اتحاد طلعت غرامه للنادي الاهلي واديت نادي الاتحاد نص الغرامه في نفس الخطأ؟ يعني قال لك في سباب من الجماهير الاهلي وجماهير الاتحاد. ادي غرامه لجماهير الاهلي ضعف غرامه، او على جماهير الاهلي ضعف الغرامه على جماهير الاتحاد. طيب تعالى بلاش دي. ليه رفضوا ان النادي الاهلي يتدرب في استاد القاهره قبل مباراه دوري المرتبط، وفي حين ان سمحوا لنادي الاتحاد انه يتدرب قبل المباراه بيوم؟ طب دي ايه؟ انت تفسرها ايه حضرتك؟ حد يفهمنا. ادي اللي بيحصل في مصر، وادي اتحاد الكوره، وادي اللي بيقولك جايين يخططوا للمستقبل. انتوا جايبين لي ناس ميته وجايه تخطط للمستقبل. احنا عندنا كوادر شباب بتفهم في القوانين وفي اللوائح وتقدر تطور الكرة المصرية، ولكن انتوا راكنينهم عشان المصالح وعشان السبوبة وعشان اللي انتوا عارفينه كله. بمناسبة كرة السلة طبعا، بس بنبارك لبنات السلة امبارح في دوري المرتبط برضو النهائي امام سبورتنج. الفريق الصغير بنات الاهلي الصغيرين تحت 16 سنة فازوا بالمباراة الاولى، والمباراة الثانية الكبار بنات النادي الاهلي فازوا بالمباراة الثانية.
كده في مباراتين، احنا عارفين ان النهائي 4 مباريات، مباراتين بين الصغار ومباراتين بين الكبار، واللي يكسب في اجمالي المباريات هو اللي يتوج بالدوري. فان شاء الله فاضل لنا مباراتين، مباراه للصغار بنات السله وكبار بنات السله. ان شاء الله نكسب مباراه واحده سواء كان الصغار او الكبار، احنا نتوج بدوري المرتبط. يبقى الاهلي رجال ابطال دوري المرتبط، يبقى ان شاء الله السيدات هيكونوا برضو ابطال دوري المرتبط باذن الله تعالى. فبالتوفيق للنادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، هم دول ملوك الصالات. عشان بس في ناس تطلع تقول لك احنا ملوك الصالات في مصر، لا، ملوك الصالات هو النادي الاهلي، ملوك كرة القدم هم النادي الاهلي، ملوك الاخلاق والمبادئ والقيم هي دي النادي الاهلي، ملوك الاداره في مصر كلها وفي الشرق الاوسط هو اداره النادي الاهلي. ناس بتفكر لمصلحه النادي، ناس بتفكر ازاي ان هي تقدر تحقق المجد والبطولات لفريقها وللكيان. عشان كده النادي الاهلي فوق الجميع، فوق جميع ابنائه، فوق جميع اللاعبين. واللي عايزينه كلمه اخيره بس لجمهور النادي الاهلي بكره، محتاجين مساندتك بكره زي ما ساندت الاهلي امام المصري، زي ما بتساند الاهلي في كل وقت. لا، احنا عندنا مباراه مهمه جدا، ان شاء الله ان شاء الله نفوز بيها، وان شاء الله نحتل الصداره. وتمنيات لحضراتكم بالصحه والسعاده ان شاء الله، واتمنى لكم كل خير ودعواتكم، واتمنى من حضراتكم ادعمونا بلايك وشير عشان نقدر نواصل مع حضراتكم، وتقولوا لنا ايه رايكم في قرارات لجنه الانضباط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.